انت متخيل معايا ان احنا النهارده كنا ممكن نكسب ميسي 5-0؟ متخيل معايا ان الشوط الاول بس كان فيه تقريبا 3-4 كور انفرادات 100%، غير الكوره اللي كان فيها ضربه جزاء اللي ضيعها تريزيجيه. طب بعد اذنك بقى نركن كل ده على جنب وتعالى لي يا عم حسين يا شحات. انا عايز افهم انت بتعمل ايه في النادي الاهلي، انا عايز افهم انت لحد دلوقتي موجود ليه. هو ربنا يسامحني قبل ما يسامحك على اللي احنا عملناه لما انت ضيعت الكوره، او بالاصح لما تعولقت في الكوره. شوط اول مستحوذين مسيطرين رايحين جايين، سجلنا هدف تسلل ضربه جزاء ضيعها تريزيجيه. شوط اول عالمي بمعنى الكلمه. شوط ثاني سيد معيز الدنيا ميسي بدا يفوق والفرقه بتاعته بدات تفوق، واحنا خلاص خلصنا بدني. لعيبه كتير وقعت من النادي الاهلي في الشوط الثاني، عشان كده حصل تغييرات كتير، تريزيجيه وبن رمضان وغيره من اللعيبه اللي كانت موجوده. ولكن قفشه حسين الشحات ايه كفايه كده، الله يبارك لكم. احنا مش عايزين نشوف فيلم الف مبروك ده كل كاس عالم. لكن برضه عشان ما ننساش الف مليون سلامه لامام عاشور، ان شاء الله باذن الله تكون سهله وبسيطه. وكمان شكرا للرجاله اللي ادت النهارده مستوى عالمي، محمد الشناوي، مروان عطيه، وسام ابو علي والانقاذ العالمي، وكمان الرجوله ياسر ابراهيم برغم غلطه كانت هتلبس فينا هدف، ولكن كان في ناس ثانيه مستني منهم اداءات اعلى، حمدي فتحي وغيره من اللعيبه. ولكن ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي يكون افضل. وانت كمان هستنى تعليقاتك في الكومنتات، هل الاهلي يقدر يصعد من المجموعه دي؟